السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المهندس عبد الرحمن حلمي من شركة أجروزا للتدريب والتعليم. خدنا المرة اللي فاتت إن إحنا إزاي ندير منصة إعلانات، إزاي ندير منصة لينكد إن. النهاردة بناخد إزاي بنعمل إعلانات على لينكد إن. هقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتعلمنا المرة اللي فاتت إن إحنا إزاي ندخل على الإدارة، أو إن إحنا إزاي ندخل على المنصة بتاعتنا. إزاي بندخل على المنصة بتاعتنا، ومن جوه المنصة بنطلع إزاي إن إحنا نعمل إعلانات، وإزاي بنعمل منشورات على لينكد إن. وكمان مش كده وبس، ده إحنا كمان بنعمل إزاي إن إحنا بنعمل الإعلانات. طبعًا إن إحنا اتعرّفنا المرّة اللي فاتت إزاي بنعمل الصفحة، وإزاي بنعمل منشور، وإزاي نعمل post، وإزاي نعمل الcompany page، إزاي بنعرف الdashboard بتاعتنا، بنعرف كل كبيرة وصغيّرة طبعًا معانا. النهارده بادخل على الإعلان، يبقى أنا دلوقتي باعمل إعلانات على LinkedIn، بيفتح لي برضه شاشة لوحدها، وبيبدأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم. بيبدأ يدخل معايا على الAd campaign manager، على المدير الإعلانات بتاعتنا. عندي هنا ده كده الحملات بتاعتي، أو على الحسابات الإعلانية بتاعتي. دي طبعًا علشان خاطر إن أنا أعمل حساب إعلاني، وليس إن أنا باعمل الإعلان نفسه. بعد أمّا أنا باعمل create account، إيه هو الحساب الإعلاني بتاعك؟ العملة بتاعتك إن أنت هتبدأ تشتغل مثلًا بإيه. عايز مثلًا بالجنيه المصري، ريال سعودي، درهم إماراتي، هندي. في هنا بقى كل العملات اللي أنت تقدر تشتغل عليها. بعد كده هنا associated linked page. حضرتك دلوقتي إن أنت عايز تربط الpage بتاعتك اللي هي عبارة عن إيه، عايز تربطها مثلًا بمجموعة مجموعة بيدجات، أو أنت عايز تعملها بpage أو نوع معين، وهكذا. وبعد كده باعمل هنا agree، وبعد كده باعمل الsave. هنا دلوقتي بعد ما أنا ما بادخل طب أنا دلوقتي لو عايز أمسح الad manager، أو إن أنا عايز أمسح account، أو عايز أمسح أي حاجة، باجي هنا أقول له. هنا دلوقتي الad manager، وهنا في أجروزا academy، في SPT. أقدر بقى إن أنا أشتغل هنا وأمسح اللي أنا عايزه. حضرتك بقى إن أنا عندي هنا مثلًا آدي أجروزا academy، هاجي هنا أقول له delete. هنا دلوقتي بيمسح الحساب الإعلاني، وليس إن هو بيمسح الإعلان نفسه. هنا الحساب الإعلاني ده إن هو بيمسح معايا الحملات الإعلانية، بيمسح الإعلانات، وبيمسح الcampaign groups. طيب عندي هنا كده باقول له delete. حاضر، هو هنا دلوقتي فعلًا بدأ يمسحه. هاجي هنا كمان برضه أقول له delete. أقدر أمسح أكتر من جزء، وأقدر أمسح كل اللي أنا نفسي فيه كله. هنا دلوقتي أقدر إن أنا أقول له delete. هنا دلوقتي بيقول لك طيب خلاص it's okay. هنا كده ده deleted. عندي هنا برضه ده كمان هاقول له والله delete. هنا باقدر أمسح أكتر من حاجة واحدة. أهو عندي هنا delete. أقدر أمسح أي حاجة أنا عايزها إن أنا أمسحها هنا. هنا دلوقتي ده بالنسبة للad manager. هاعمل back. يبقى أنا دلوقتي بادخل على الحملات الإعلانية بتاعتي. هالاقي إن أنا عندي هنا دلوقتي بيقول لك أهلًا وسهلًا بيك في الحملات الإعلانية بتاعتي. هنا دلوقتي إن أنا باروح على الplan علشان أروح أختار الaudience عندي. أقدر أختار الcampaigns، سواء الشركات، أو إن أنا باستهدف مجموعة من الشركات معينة. media plan. عندي هنا الاختيار بتاع الadvertise. عندي هنا الادفرتايز ده مهم جدا، لان هو ده طريق بدايتك لعمل الاعلان. زي برضو لو حضرتك ضغطت على الثلاث شرط دول بيختفوا، او ان هو هنا دلوقتي بيظهر. هضغط على كلمة ادفرتايز، هنا برضو بيظهر معايا زي اي منصة موجودة عندي. هلاقي ان انا عندي هنا حاجة اسمها الكامبين، بعد كده عندي هنا الادست، بعد كده هنا عندي الادز. هلاقي ان انا عندي هنا الكامبين دي الحملات الاعلانيه، عندي الادست دي المجموعات الاعلانيه، عندي هنا الاد اللي بشتغل بيه على الاعلان. هاجي هنا على الكامبين واقدر اقول له كرييت كامبين، برضو بيشتغل معايا. والاد سيت اقدر اقول له كرييت اد سيت، وبرضو اجي هنا على الاد برضو اقول له كرييت. بس طبعا ده مش صحيح، يعني
طريقة الحملات الإعلانية بتاعتنا أو الحاجة الأساسية بتاعتي، هاجي هنا دلوقتي هقول له على هلاقي ان انا عندي هنا هدخل على الحساب الاعلاني بتاعي او الحاجة المهمة بتاعتي. هلاقي ان انا عندي هنا دلوقتي عندي والله بيعرفني السمري بتاعي عندي ايه. هنا بيعرفني عدد الفلوس اللي معايا قد ايه، ايه الحملات اللي انا مشغلها، ايه الحملات اللي وقفت، ايه الحملات اللي خلصت، ايه الحملات اللي موجودة عندي هنا في الدرافت. وعلشان اقدر اظهرها كلها واقدر اظهر كل حاجة، هروح عندي هنا من التاريخ هضغط عليها واجي هنا اقول له والله ان انا عايز كل الحملات اللي موجودة او اللي انا عملتها من اول ما انا ما ابتديت في لينكد ان لحد ما انا ما انتهيت في لينكد ان. طيب هاجي هنا اقول له ابديت، قال لك والله اول حملة حضرتك كنت عاملها في يوم 1/2/2023. طبعا الحملة دي صرفت ب935 ووصل معايا الكولابريشنز بتاعتي 100%. عندي هنا الامبريشن 3800 واحد. عندي هنا السي بي ام اللي هو كوست بير مانجد، هلاقي ان انا عندي هنا 248 وهكذا. يعني بيطلعني هنا دلوقتي التعريفات بتاعتي، بيعرفني كل كبيرة وصغيرة معايا هنا. ده بالنسبة لي نظرة عامة. طب هاجي هنا دلوقتي اقول له ادفرتايز، يبقى انا اهلا وسهلا بيك دلوقتي اقدر اشوف الحملات اللي اشتغلت معايا. يبقى انا عندي هنا دي حملة نوت ديليفرنج، دي الحملة الاساسية رقم 1. عندي دي الحملة رقم 2، ودي فعلا دخلت على دي الحملات اللي هي خلصت. وهلاقي ان هو عندي هنا دلوقتي برضو مظهر لي مجموعة من الحاجات بتاعتي اقدر اشتغل عليها، او ان انا اقدر احمل اعمل تحليل للحملات الاعلانيه. كل الفكره كلها دلوقتي ان انا ممكن اعمل هنا كرييت واعمل هنا كرييت كامبين. اول ما انا ما بقول له كرييت كامبين بيقول لك طيب اهلا وسهلا بيك على كرييت كامبين. حضرتك عايز تسمي الكامبين بتاعتك اسمها ايه؟ انا مثلا عايز اسميها باي اسم حضرتك محتاجها. ايه الاهداف بتاعتك اللي موجودة على لينكد ان؟ عايز تعمل براند اويرنس اللي هي الوعي، زيارات للويب سايت، تفاعل، فيديو فيو يعني مشاهدات على الفيديو، ولا ليد جنريشن عملاء محتملين يعني يقدر يجيب لك عميل محتمل يطلب منك الخدمة او يطلب منك المنتج. هنا الويب سايت كونفرشن اللي هو عدد التحويلات اللي حصلت على الويب سايت عندك. وجوب ابليكانس ان انا لو عايز اعلن عن وظيفه اللي في شركات، طبعا المالتي انترناشونال هم اللي بيعملوا الاعلانات بتاعه الجوب ابليكانس. طيب انا عندي هنا والله ممكن ان انت تشتغل على الانجيجمنت اللي هي التفاعل، وتقدر ان انت تشتغل على براند اويرنس اللي هو ظهورك او الوعي بالعلامه التجاريه. شوف الهدف اللي انت محتاجه. بس طبعا بالنسبه للويب سايت فيزيتور وعندي الويب سايت كونفرشن دول لازم يكونوا عندي موقع الكتروني. هنا الفيديو فيو، يبقى انا دلوقتي لو انا عندي بوست عن طريق الفيديو فقط. طيب عندي هنا كمان اللي هو الشات الهيلب بتاع لينكد ان، يعني انا اقدر اتواصل مع الدعم الفني او اقدر اشتغل مع الدعم الفني او افهم ايه اللي بيحصل بالظبط، ان انا اقدر اتكلم معاهم ويردوا عليا لو كان عندك اي ايرور في حملات الاعلان. طيب وهو ده اصلا بيبقى شغال بالاي اي، بالذكاء الاصطناعي. طيب بعد كده عندي هنا بالنسبة للحملات، يعني بعد ما انا ما بنشئ الحملة بروح على تاني جزء اللي هو الاد سيت. ايه هو الاد سيت؟ يعني ان انا دلوقتي لما بعمل الحملة بعد ما بختار الحملة بيبدأ يقول لي طيب انا عندي هنا مثلا engagement. اخترت هنا الحملات بتاعتي اللي هو عدد التفاعل بتاعي، يعني انا هنا عملت هنا تفاعل. طيب التفاعل بتاعي وصل معايا لقد ايه؟
والله أنا بعد ما أنا ما باعمل التفاعل، يعني تعالَ هنا دلوقتي كده على advertise، خلّينا نروح دلوقتي على مدير حساب، وليكن مثلًا على Agroza Academy and هاجي أعمل هنا دلوقتي campaign، إن أنا دلوقتي عايز أنشئ الحملة، وهاسميها مثلًا Agroza Academy courses. وبعد كده هاختار إن أنا هابدأ أشتغل على التفاعل. أول ما باقول له على التفاعل بيقول لي طيب الcampaign budget and schedule، يعني هنا دلوقتي بيقول لك إيه الميزانية والجدولة بتاعة الحملة الإعلانية عندك. بيقول لك budget optimization، يعني هو بيعمل لك تهيئة أو تحسين للbudget بتاعتك. يعني هو هنا دلوقتي بيقول لك إيه، إن أنت دلوقتي عايز تصرف الحملات الإعلانية بتاعتك اللي هو علشان خاطر إن أنا أجيب لك أكبر عدد بأقل تكلفة، علشان تحقق نظرية الROI. الROI دي نظرية استثمارية، يعني أجيب لك أقل تكلفة بأكبر عدد، علشان خاطر إن أنت تبدأ تحسب تكلفة العميل واصلة معاك لقد إيه بالضبط، علشان خاطر إن أنت تبدأ تحلل الحملة إذا كانت ناجحة أو إذا كانت هي فاشلة. عندي هنا كمان بعد كده إن أنا باقول له it's okay، يعني أنت لو عملت هنا it's done، هنا بيقول لك إيه، حضرتك عايز ميزانية الحملة باليوم والّا ميزانية الحملة كلها؟ والله لو أنا قُلت له باليوم أو بالحملة كلها فهي it's okay، يعني مثلًا لو أنا قُلت إن اليوم ب100 وعملت إن العدد الأيام بتاعتي إن هي تبدأ مثلًا من يوم 16 وتنتهي اليوم 21، يعني ده كده 5 أيام. اليوم عندي ب100 يبقى التوتال بتاعي ب500. يعني أنت هنا دلوقتي في الdaily budget لو أنت عملت هنا دلوقتي ب100 أو هياها بالضبط إن أنت تعملها بالlifetime الbudget بتاعي يبقى أنا كاتب 500. بس طبعًا في تنبيه مهم جدًا، جدًا، جدًا بالنسبة للإعلانات بتاعة LinkedIn. إعلانات LinkedIn غالية جدًا، وفي نفس الوقت مش أي حد بيعمل إعلانات على LinkedIn إلا إذا هو كان مستهدف يا إما موظفين داخل شركات، أو يا إما موظفين في قطاع معين، أو يا إما بيستهدفوا مجموعة من الشركات، أو اللي بيستهدف قطاع خاص معين في مجال معين، أو في نفس المجال اللي حضرتك شغال فيه. يعني أنا هنا دلوقتي لو قُلت له إن مثلًا الdaily budget عندي هنا ب100 جنيه، خلاص، وقُلت له إن أنا عندي إن أنا هابدأ من يوم 16 هانتهي اليوم 20، أدي كده 5 أيام، يعني الtotal بتاعي إنه يسحب معايا 5 أيام. بُصّوا كده ده التنبيه المهم جدًا. لو أنا جيت عملت هنا next بيقول لك لأ استناني، دلوقتي الdaily budget need to be at least 471 جنيه في اليوم. يعني هنا دلوقتي LinkedIn عمل تحديث جديد، قال لك إن أقل ميزانية حضرتك تقدر تشتغل بيها على LinkedIn على اليوم الواحد بكام؟ ب471. يعني حوار يعني سكة بقى ال100 جنيه وال200 جنيه وال300 جنيه، لأ هو دلوقتي ما بيشتغلش بال100 جنيه، هو دلوقتي أقل حاجة ب471، وكمان إيه بوينت 60، أو يا إما إن أنا باريّح دماغي وأكتب 500 جنيه، وأول ما أنا ما هاعمل كده هيشيل علامة الerror، يبقى أنا عندي اليوم الواحد ب500 في 5 أيام يدّيني ب2500 جنيه. يبقى أنا دلوقتي لازم أحُط في البطاقة أو أحُط في الفيزا بتاعتي 2500 جنيه غير الضريبة بتاعته، فالضريبة بتاعته بتتحسب ب15%، يعني أنا أحُط 2500 جنيه زائد 15% ضريبة. يبقى أنا هنا دلوقتي يبقى أنا عندي هنا دلوقتي أعرف أحدد البادجت بتاعتي، بس هو هنا دلوقتي بيقول لك الminimum بتاعك اللي هو يبقى عندي الbudget optimization يبدأ معايا ب500 جنيه. طب واحد تاني ييجي يقول لي إيه، طيب أنا عندي هنا الbidding strategy، يعني إيه؟ دي استراتيجية طريقة تكلفة الإعلان نفسها، يعني طريقة صرف الإعلان. هنا بيقول لك إيه maximum delivery والّا cost cap. طب وهو إيه الفرق ما بينهم؟ يعني إيه أصلًا هُم؟ الmaximum delivery ده معناه إن هو باقول له أنا عايز أكبر عدد ممكن بأقل سعر موجود عندك.
الcost cap يبقى دي تكلفة النتيجة للنتيجة الواحدة.